النهارده فيديو مهم. النهارده فيديو للناس اللي سنه اولى طبخ، او لسه عروسه جديده، او عندك مشاكل في المطبخ يا ستي وانت ست شاطره وزي الفل، بس عندك شويه تريكات عايزه تتعمل. اسمعي مني بقى، النهارده الفيديو ده هيبقى فيه تريكات ونصايح كلها جديده، وانا متاكد بكده ان محدش قالها لكم قبل كده خالص. بس يا ريت عشان الساعه اللي انا واقف فيها دي تعملوا شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لو انتوا معايا على اليوتيوب، ولو انتوا على التيك توك يا ريت تعملوا لنا فولو وتدوسوا تحت علامه الزائد اللي عند صورتي. بعد اذنك يا ست الكل، اسمعي مني الفيديو لحد الاخر عشان هتلاقي فيه نصايح مهمه قوي. اول حاجه، الكرنب والقرنبيط لما تيجي تسلقيهم حطي مع ميه السلق معلقتين لبن ورشه ملح ورشه سكر وشويه كمون. هيشيلوا الغازات، ريحه الغازات اللي بتبقى في الكرنب والقرنبيط، وهيدوكي لون ابيض. ده غير كمان انه هيخلوا طعم القرنبيط والكرنب مسكر وطعمه حلو قوي، وكمان هيخليه مقرمش كمان. بالنسبه للناس اللي عندها مشاكل في تقشير البيض، في ميه السلق نحط ملح ونحط قشر ليمون عشان بيشيل زفاره البيض، وكمان بيخلي القشره بتاعته تتقشر بسهوله. كمان في مشكله كمان هقولها لكم بالنسبه لقشر الليمون، ونصيحه مهمه يا جماعه: قشر الليمون ما نرميهوش، نعمل بيه ايه؟ نحطه في الصابون السائل بتاعنا، هادي ريحه حلوه، وكمان هيبقى مضاد حلو قوي للبكتيريا. لو انت بتعملي بيه رخامه المطبخ او البوتاجاز، هيخلي الرخامه بتلمع والبوتاجاز بتاعك بيلمع، وهيخلي فيه ريحه حلوه. ده غير انه هيقضي تماما على البكتيريا وهيبقى موفر جدا ليكي. تالت حاجه، الزيت بتاع الفراخ بتاع قلي البانيه او قلي اللحمه، بعد اذنك ما ترميهوش، حافظي عليه، اعملي بيه المحشي، هيديكي طعم خرافي، هيديكي فعلا طعم حلو قوي للمحشي. ما تنسوش يا جماعه انا واقف في الساعه، فيا ريت تدعموا القناه. تالت حاجه او رابع حاجه مش فاكر بقى، عدوا انتوا. الموضوع اللي احنا كل دايما بنتكلم عليه، بعد اذنكم لما تيجوا تعملوا اللوبيا او البقوليات عموما، حطوا معاها جزره وهي بتتسلق، وحطوا معاها فص توم وهي بتطبخ في الاخر، هيديكوا طعم حلو قوي. العقده بتاعه ست البيت، البشاميل سواء مالح او حلو، حطي مع البشاميل معلقه مكعبين نستو او جبنه كريمي، هيخلوا لك طعم البشاميل في حته تانية خالص وطعمه وهم. اتمنى ان شاء الله يكون النهارده النصايح عجبتكم، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا بيها. يا ريت لو المحتوى عجبكم وعايزين نصايح زي كده على طول، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وقولوا لي عايزيني اتكلم في ايه، ولو انتوا عايزين حاجه زي كده تاني انا عندي كتير قوي بفضل الله. اكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا عايزين ايه، واشوفكم دايما على خير، وما تنسوش تدعوا لي. مع السلامه.